السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم الخاصة بأحوال الطقس في المغرب. قبل أن نبدأ تفاصيل النشرة، نذكركم بدعم القناة عبر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم، فبفضلكم نستمر في تقديم نشرات يومية دقيقة وتحذيرات فورية لكل تغير جوي مفاجئ. الطقس اليوم: تشهد مختلف مناطق المملكة أجواء متقلبة، حيث تظهر سحبة منخفضة في السواحل خلال الصباح، سرعان ما تنقشع تاركة فترات مشمسة، مع عودة بعض الغيوم في المساء. الأجواء في الداخل تميل إلى الاستقرار والصفاء، بينما المرتفعات تعرف سحبا أكثر كثافة قد تعطي قطرات محلية. الرياح معتدلة عموما، لكنها قد تنشط في بعض الفترات بالسواحل والمناطق الجنوبية. طقس الغد: من المرتقب أن يستمر الطقس على نفس الوتيرة، حيث تمر سحب متفرقة تغطي السماء بين حين وآخر، خاصة في المرتفعات التي تبقى مرشحة لزخات خفيفة. الحرارة معتدلة خلال النهار ومنخفضة بالليل، خصوصا في المناطق الجبلية والهضاب العالية. الرياح تبقى معتدلة إلى قوية نسبيا في الجنوب والسواحل، مع احتمال إثارة بعض الغبار في المناطق المكشوفة. الأيام المقبلة ستظل الأجواء متقلبة، تجمع بين لحظات مشمسة وصفاء سماوي، وأخرى يغلب عليها الغيم، مع فرص محدودة لتساقطات خفيفة في الشمال والجبال. أما الأقاليم الصحراوية فستحافظ على طقس جاف ومستقر، لكن مع نشاط متواصل للرياح. وفي الختام نكرر الدعوة لكم أحبتي إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بالنشرات اليومية والتحذيرات الجوية أولا بأول. بدعمكم نستمر، وبمشاركتكم نصل إلى المزيد من المتابعين.